السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ رب دايما تكونوا بخير. عارفين دي ايه؟ ده جهاز او ماكينة ازالة الوبر. انا سمعت عنه كتير صراحة، وبما ان احنا في الشتاء فعندي بناتي عندهم بقى السويت شيرت واللي بلورو واللي مش عارفه ايه، في حاجات فيهم فيها صوف، فانتوا عارفين في الشتاء في حاجات كده لما بتتغسل بتعمل وبره ويبقى شكلها مش حلو. طب انا هرميها؟ قلت لا. سمعت عن بقى ايه المكنه اللي مكسره الدنيا بقى، الاختراع يا كوتشي بقى ده اللي انتوا شايفينه. قلت اما اجربه، ولما جربته ولقيته حلو صراحه قلت لا انزل لكم الفيديو عشان زمان استفادوا انتوا كمان. ده يا جماعه كابل عشان الجهاز ده بيتشحن بالكهرباء، وده اللي عجبني فيه ان انتوا عارفين موضوع الحاجات اللي بتتشحن. بصوا بحطه هنا السوكت بتاعه، بحطه هنا وفي الكهرباء وبشحنه، لما يخلص بشحنه، يعني كل ما بيخلص بشحنه. ودوت غيار تاني زياده عن الغيار اللي جواه، يعني في اتنين من دي، واحده جوه الجهاز او جوه المكنه ودي التانيه يا حبايب قلبي. والفرشه زي ما وريتها لكم كده اللي بننضف بيها، وهوريكم تنظيفها عامل ازاي. ملك بتسلم عليكم وبتقول لكم ان انا هجرب فيها بقى. انا قلت لها البسي التيشيرت بقى ونجربه فيك على الطبيعه ونشوف يا ملوكه. اهي زي ما انتم شايفين كده، هي الغطا بنشيله وبندوس لفوق كده زي ما انتم شايفين كده، اللمبه بتنور وبنشتغل بيها زي ما انتم شايفين كده. الحته اللي فيها وبره بقى في اي مكان في التيشيرت او البادجي او اي حاجه من قدام ورا الجنب، بتدي بالحته اللي تعجبك، وكل حته خلصيها طبقيها واعملي الحته اللي وراها وهكذا. احنا صراحه يعني قلنا نشوف بقى الموضوع دوت حقيقي ولا مش حقيقي. فما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، الله اكبر. يعني هتشوفوا الفرق دلوقتي. شوفوا دلوقتي عامله ازاي، موبره جدا. يعني انتوا بدل ما ترموه، لا انا بالمكنه اشتريت هدومي كلها وهدوم عيالي، عملت ليا ولعيالي ولجوزي كل الهدوم ما شاء الله. كل الهدوم كل ما بقى قاعده كده فاضيه اجيب حته ولا اتنين، اشوف الوبره اللي فيهم واشيلها بمنتهى السهوله، وبتنضف بمنتهى السهوله، وانضفها تاني وارجعها لمكانها واشيلها ومحافظه عليها. دي يا جماعه المكنه دي ب150، اسمها سكاني زي ما انتم شفتوا كده، سكاني. بصوا كل الزيادات الوبره كلها، بصوا بتنجي فين. بنزل تاني الزرار اللي في الجنب ده وافتحها زي ما انتم شايفين كده، وكل ده بفضيه. بصوا دي كلها زيادات. انت بدل ما ترمي هدومك كلها، لا، ب150 جنيه هتشتري هدومك كلها على طول. واللي عجبني فيها زي ما قلت لكم ان هي بتشحن بالكابل بالكهرباء، مش بحجاره كل شويه. الحجاره بقى تاكل حجاره ودي تخلص ودي يعني الحجاره كل شويه عايزه حجاره. لا، انا بحب الحاجات صراحه اللي هي بتبقى بالشحن دي، بتبقى اوفر كتير وبتبقى قيمتها فيها. وزي ما انتم شايفين حتى لو انا بنضف معاكم العلبه وقع حبه كده، شوفوا بسم الله ما شاء الله شفطتهم كلها اكنه شفاط بيشفط. شايفين بتنضفيها ازاي؟ دي ممكن تنضفيها زي ما هي كده، وممكن تشيليها بتتشال بمنتهى السهوله، بترفعيها لفوق ولما تيجي تحطيها تضغطيها ضغطه بسيطه لتحت. يعني انا دي برفعها وانضفها برده في الفرشه زي كده. شايفين اهو، هوريكم ازاي بتنضف اهي، وتضغط عليها ضغطه بسيطه كده اهوت، وتقفليها وتشتغلي بيها تاني وهكذا. برضو هوريكم كذا حاجه تانية عشان تعرفوا برضو ان هي فعلا يعني فعلا خطيره. دي يا جماعه لو انتم من محافظه السويس اللي هي محافظتي، انا جايباها من عند ابو العينين ب150. هي ممكن تلاقيها برضو في جروبات كتير والمكان اللي يريحك، بس انا جبتها من ابو العينين. حاجته نظيفه ولا يعلى عليها، وبيعمل كل حاجه ليها ريفيوهات. فاللي في السويس ومش عارف فين ابو العينين، عارفين شارع النمسا، اخر شارع النمسا على ايدك الشمال هتلاقي البغدادي للمفروشات والادوات المنزليه وكل الكلام ده كل حاجه عنده يا حبايب قلبي. اللي عايز تجهز عروستها، اللي عايزه حاجه ناقصاها في بيتها تجيبها. بصوا شايفين، بوريكم ان ليها غيار تاني. هو اخر شارع النمسا، وممكن نقول برضو في ظهر اسم السويس او جنب اسم السويس. وممكن لو انت عندك من ناحيه عمر افندي، الشارع اللي قباله على طول الناحيه التانيه. البغدادي يعني معروف حبايب قلبي زي ما قلت لكم في اخر شارع النمسا. انا مش بعمل دعايه لحد، بس انا عشان جايباها من هناك وعجبتني وهو جربها لي، فكل واحد ياخد حقه. وعنده مفروشات وعنده حاجات حلوه برضو. شايفين كل ده كميه قد ايه موبره، عشان ده صوف بقى موبر اكتر. عندك بقى بلورو، عندك سويت شيرت، عندك بيجامه، عندك بنطلون، اللي موجود عندك. انا مسكتهم صراحه بقى حاجه بقى ونضفتها زي ما شفتوا كده اهوت. بصوا شفتوا الحاجه بتبقى قبل عامله ازاي وبعد عامله ازاي بمنتهى السهوله. يعني عندي ملوكه كانت بتمسك الحاجه كده عاملاها لعبه، هي بتدي كده صوت كده زي زز، وانت بتنضفي بيها كده صوت خفيف كده جميل. فهي عاملاها لعبه وعماله يا ماما عندكيش حاجه تانية، يا ماما ما عندكيش حاجه.
هي ب 150 فمش غاليه، ان هي هتخلي لك هدومك كلها جديده واول باول اي حاجه. انا ابني كان في الكليه وكانوا بيغسلوا هدومهم مع بعض، لانه كان قاعد مقيم يعني في محافظه تانية، يعني كان في التجمع الخامس في القاهره. فكان ايه يعني ساعات يغسلوا الحاجه مثلا ايه يتوبر او يحطوا حاجه مع حاجه، طبعا شباب وكده كتر خيرهم. فكان البنطلون بتاعه بايظ، انا عملته بسم الله ما شاء الله رجعته جديد يعني. فانا لما استخدمته ولقيتها حلوه قلت لا يا حبايبي ما عزش عليكم ان انا اعرفكم كل جديد بجيبه او كل حاجه ليها فايده. ولما بجيب علاج او اي حاجه للشعر او للانيميا او للنحافه عامله لكم فيديوهات، فكل حاجه انا عاملاها لكم عشان يعني لو احتجتوها تلاقوها يا حبايب قلبي في القناه. بس اللي وصل معانا لغايه هنا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفنا. الاشتراك يا جماعه ولا بيعض ولا بفلوس، جزاكم الله كل خير. وانا بشكركم على تعليقاتكم وكلامكم الجميل اللي بيشجعني. يا رب تكون الاكلات والوصفات والريفيوهات اللي انا عاملاها لكم تكون عجبتكم. هي بتبقى ماسكه كويس عشان تعرفوا ان هي جامده ويعني ايه محكمه، يعني محكمه الغلق، يعني ما تقلقيش منها خالص. بيبقى فيها علامه كده بيقول لك ندوسي لتحت كده يعني بيها وافتحيها. بص ده كله وبر زياده، شايفين؟ تخلي الحاجه جديده وجميله وزي الفل. ده اختراع يا كوتش بصراحه، شابوه لمكانه ازاله الوبر، وشابوه للبغدادي عشان انا جبتها من عنده صراحه. لقيته منزل على الفيس يعني ريفيو عنها على الطبيعه، كان بيعمل زي ما انا بعمل كده اهو. فقلت لا هو مش احسن مني، انا هجيبها وبرده اعمل لكم فيديو واوريكم لو طلعت فعلا يعني حقيقي. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، ده شيرت تاني او سويت شيرت برده زي ما انتم شايفين. الله اكبر، شفتوا كان عامل ازاي وبقى ازاي اهو. بصوا كل ده زيادات خلت السويت شيرت ما شاء الله اكنه لسه جديد. مالك بتقول لكم دوسوا لايك وسبسكرايب وشير ولايك، وانا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.